اهلا بيكم في قناة المباشر جولات من كل مكان في مصر وبره مصر. النهاردة جولتنا في القاهرة، هنبدأ من ميدان سفير الى ميدان الاسماعيلية الى ميدان روكسي والقربة وشارع الثورة مصر الجديدة، وهتشوفوا القربة وجمال القربة وجمال مصر الجديدة. جولة جميلة جدا في مصر الجديدة. يلا بينا نبدأ الجولة ومشاهدة ممتعة منكم، واتمنى منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. يلا بينا نبدأ الجولة. احنا كده داخلين، طلعنا من ميدان سفير داخلين على ميدان الاسماعيلية، ده اللي في وشنا دلوقتي ميدان الاسماعيلية. عداد ما بيعد شغال يعني عادي يعني. وانت عارف انا بتكلم في حاجه انت خالص؟ لا خالص. بالله عليك، طب بالله عليك انا جيت في يوم حسبت العداد عليك مره، بالله عليك. انا عداد اي عداد مره في اي مشوار يعني اي حاجه، هو في عداد يا جماعه؟ يا عم انا بهزر، ما انا عارف يعني. ايوه عشان انت عربيتك يعني. انا جيت مره قلت لك اديني كذا، طلعت من بقي. انا اللي بقول لك يا بقى انس، اصل احنا اللي بينا وبين بعض يا بقى انس، انا عارف انت هتراضيني. طلعنا كده من ميدان الاسماعيلية، دخلنا شارع صلاح الدين، ده اخره كده ميدان الجامع، وعلى يميننا شارع هارون وميدان الجامع ومحلات الصاغة، وعلى الشمال مستشفى كليوباترا. زي ما انتم شايفين كده شوارع دي شوارع مصر الجديدة. ميدان صلاح الدين شهرين ثلاثة بس فيها بقى كل حاجة تخيل ان انا زي ما احنا شايفين، 20 سنة بجري، شوارع هادية وراقية ومصر الجميلة منورة بيكم. كده الإشارة وقفت اهي وبتمشي واحدة واحدة. على شمالنا كده، اللي على الشمال ده مستشفى كليوباترا شمال، وعلى اليمين ميدان الجامع. ميدان الجامع منطقة مشهورة جدا في القاهرة، وزي ما احنا ماشيين كده اهو بنطلع ونمشي ونخش بقى على ايه، شارع الاهرام، بس لسه شارع الاهرام ما جاش. زي ما احنا ماشيين كده في صلاح الدين، قربنا نخلص اهو كده، خرجنا من صلاح الدين اهو خلاص. على يميننا ميدان الجامع، وعلى شمالنا بقى محطة مترو الاهرام، واحنا كده دلوقتي في شارع الاهرام. زي ما احنا ماشيين كده، ده من شارع الاهرام مصر الجديدة اهو، ودي اشارة. وعلى يميننا كده في مول الحرية، على اليمين هناك اهو الاخضر ده مول الحرية في مصر الجديدة. وزي ما احنا ماشيين وداخلين في شارع الاهرام، وهنلاقي المباني القديمة كلها موجودة اهي، وعلى يميننا مول الحرية زي ما احنا ماشيين. بنلاقي على يميننا كده قدام جاي اهو، على اليمين هنلاقي سينما نورماندي. سينما نورماندي مشهورة في مصر الجديدة اهي، على يميننا اهي سينما نورماندي، اتفرجوا عليها بالراحة، في فيلم معروض اهو. زي ما احنا ماشيين كده على شمالنا كومبيومي، محلات كمبيوتر وراديو شاك. وعلى شمالنا كده برضو كانت ملاهي اسمها ملاهي ادهم، حاجة قديمة برضو في مصر الجديدة مشهورة قوي. زي ما احنا ماشيين كده في شارع الاهرام، في كافيه قديم كده معروف اسمه المفتريون اهو، على يميننا اهو المفتريون، ده مشهور وقديم جدا برضو، قديم جدا كافيه المفتريون. زي ما احنا ماشيين كده في وشنا كده كافيه جروبي برضو، كافيه قديم. وعلى شمالنا كده قصر الاتحادية. تمام اهو، هنكسر يمين فينا محلات عرفة بقى. وهنا بقى ايه، في القربة باتجاه روكسي هتلاقي محلات لبس وعمر افندي وحاجات كتيرة هنا للنزهة
وللتسوق. نرجع لها تاني. احنا كده داخلين على روكسي، كأننا جينا من شارع الأهرام ودخلنا يمين على روكسي. دخلنا كده على ميدان روكسي، ده كده ميدان روكسي اهو. هتلاقي على اليمين سينما روكسي، سينما روكسي اهي، سينما روكسي. وقدام كده دي ابراج الميريلاند وحديقة الميريلاند. فاحنا بنلف من اشارة روكسي. ايوه احنا كده في ميدان روكسي واشارة روكسي مصر الجديدة. نرجع تاني بقى، هنخش الكوربة في مصر الجديدة. منطقة جميلة جدا وأثرية وقديمة قوي، والمباني اللي فيها جميلة جدا هتعجبكم. خليكم معانا، واتمنى منكم لايك للفيديو والاشتراك في القناة. زي ما احنا ماشيين كده هنخش في الكوربة بقى والمباني الجميلة القديمة دي. شايفين الجمال وجمال مصر. المنطقة دي كلها محلات برضو للتسوق وللنزهة وكافيهات ومطاعم مشهورة. زي ما احنا ماشيين كده هنا برضو ادي المحلات المشهورة اهي، هي بيوتك. ودي المباني القديمة الجميلة. وهنا بقى ايه محلات لبس وايس كريم ولبس اطفال وحاجات تانية كتير. وده بنك برضه. واحنا كده هنمشي تاني باتجاه الكوربة. لا انت زي ما انت ما تخافش. هنعدي الاشارة، الناس وقفت في الاشارة، عدينا الاشارة. وهنا كده على اليمين كده قصر الاتحادية. ما تقلقش، عدينا كده. بعيد عنه. على الشمال دي مباني الكوربة بقى، نكسر شمال ونخش في الكوربة. شايفين الجمال، جمال مصر الجديدة والجمال المباني القديمة. على يميننا قصر الاتحادية، وهنكسر هنخش شمال نخش في الكوربة. شايفين بقى الكوربة وجمال الكوربة. بيستعدوا لرأس السنة، رأس السنة الميلادية في كمان أسبوع كده، اللي هي 2023. مصورين التصوير ده في 20/12/2022، يعني لسه حوالي 10 أيام على رأس السنة. والقاهرة بتستعد لرأس السنة الميلادية. زي ما احنا كده في الكوربة. ودي المواصلات، دي المواصلات اللي قدامنا ده اللي لازق لنا ده. نطلع منه نتفرج على جمال الكوربة. شايفين المباني، تحس ان انت في الاندلس. شجرة، ودي شجرة الكريسماس اللي على شمالك اهي في الكوربة، في ميدان الكوربة كده. ميدان الكوربة احنا دلوقتي في ميدان الكوربة مصر الجديدة. نكسر يمين كده، هنا هنلاقي على يميننا بقى كشري هند اهو، كشري هند ومحلات كافيه السويس، موقف السويس هنا برضه. حلو التصوير من هنا كده، الواحد انهم جايبين السويس. هنا مستشفى اسمه مستشفى الثورة. احنا كده بقى داخلين على نفق الثورة. زي ما احنا ماشيين كده على شمالنا كده مستشفى كليوباترا على الشمال. زي ما احنا ماشيين كده هننزل
النفق، وفوق النفق شارع صلاح سالم. قبل ما ننزل النفق اهو في جامع قدام على الشمال كده، ده على صلاح سالم. هننزل نفق الثورة، اسمه نفق الثورة. خلوكم معانا شوف النفق جميل ازاي. ما تنسوش اللايك. ده نفق الثورة في مصر الجديدة، قاطع شارع الثورة مع صلاح سالم. دلوقتي في نفق الثورة. هنخرج من نفق الثورة خلاص. شارع الثورة دلوقتي. طلعنا من نفق الثورة، ده لقينا كوبري المرغني. ده كده تقاطع الثورة مع المرغني. وهنا كوبري مشاة. وهنا المبنى اللي على اليمين ده سنترال الماظة. ده سنترال الماظة في مصر الجديدة في شارع الثورة. زي ما احنا مكملين كده في شارع الثورة. شارع الثورة شارع جميل، شارع راقي. زي ما احنا ماشيين كده احنا في شارع الثورة في مصر الجديدة. على شمالنا مستشفى فلسطين اهو، مستشفى فلسطين في شارع الثورة على الشمال اهي مستشفى فلسطين. بنخش كده بنلاقي كوبري النزهة. لو مشينا على طول هنطلع على طريق السويس، ولو كسرنا يمين هنخش على شارع النزهة وأول عباس وميدان الساعة. ده كوبري النزهة اهو. دخلنا يمين كأننا باتجاه ميدان الساعة اهو. على شمالنا كوبري النزهة. قدام كده مبنى الرقابة الإدارية، ودي إشارة. وعلى يميننا كده شارع نبيل الوقاد اللي على اليمين. احنا ماشيين كده باتجاه ميدان الساعة وأول عباس وأول مكرم. احنا في شارع النزهة دلوقتي، وعلى شمالنا كوبري النزهة، ودي نزلة كوبري النزهة باتجاه ميدان الساعة. على اليمين مبنى الرقابة الإدارية، وعلى الشمال هنلاقي سيتي ستارز. اللي عايز يروح سيتي ستارز، عندنا جولة في سيتي ستارز، بتمنى منكم تشوفوها. جولة جميلة جدا في مبنى سيتي ستارز. من هنا بتنتهي جولتنا، واتمنى منكم لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم.